Yes, I would like to, my son is not breathing. Your son is what? He's not breathing. Hold on 1 second. I'm going to transfer you over to the fire department. Don't hang up. My son is 8 years old. It's your son, okay. And he's not breathing? No. Does he have a seizure? No, he was wrestling with my other son, and I came in and he just was unconscious. Okay. Do you have the paramedics on the way right now? Are you right there with him? Yes, I'm right here. Okay. Do you know how to do CPR? عاش الجحيم قبل ما يموت. غابرييل فرنانديز. قبل ما نبدا، الناس اللي قلبهم هشيش وما كيتحملوش، من الاحسن ما تشوفوش الفيديو لانه فيه تفاصيل مرعبه وصادمه. وانا شخصيا وانا كنطالع على تفاصيل هذه القضيه بكيت بزاف الصراحه وتألمت. 22 ماي 2013 كاليفورنيا. فريق 911 توصلوا اتصال من اب كيقول بلا الطفل ديالو توقف على التنفس. المسعف سول الاب واش درتي مساج كاردياك، قال له درتو. 10 دقائق من بعد وصلت سيارة الإسعاف ولقات غابرييل في حالة يرثى لها، كله دم وكدمات. الوالدين قالوا بلا الطفل كان كيلعب مع خوه وطاح وضرب راسو مع الطبلة. التقرير الطبي بين بلا جسم الطفل غابرييل كله مصاب، ما بقات حتى شي بلاصه صحيحه فيه، كله كدمات على مستوى انحاء الجسم، حروق، اسنان مفقوده، كسور في الاضلاع، كسور في الجمجمه. القلب ديالو توقف بعد ما الاطباء كانوا كيحاولوا يديروا له سكانير، وتعلنات الوفاه ديالو رسميا 24 ماي 2013. غابرييل فرنانديز تولد 20 فبراير 2005 في بالمديل في كاليفورنيا. مسمحت فيه 3 ايام بعد الولاده ديالو بحجه انها ما تقدرش تربيه بوحدها، لان الاب ارنولد كان مشدود بتهمه السرقه. غابرييل غادي يربيه الخال ديالو مايك فرنانديز اللي هو الاخ ديال بيرل فرنانديز الام ديال غابرييل. سنة 2009 الجد روبرت فرنانديز غادي يرفع شكوى لمركز حماية الطفولة بحجة أن غابرييل كيتعرض لسوء المعاملة من طرف الخال ديالو مايك فرنانديز، وغادي ينجح وغادي يجيبو يعيش معاه حتى لسنة 2012. الأم ديالو غادي ترجع الحضانة ديالو وغادي يرجع يعيش معها، وغادي تبدل المدينة وغادي تبدل المدرسة. وهنا غادي تعرف غابرييل المعلمة الجديدة ديالو جينيفر غارسيا. بعد أسبوعين في المدرسة 30 أكتوبر 2012 غادي يسولها سؤال غريب، قالها واش عادي ماما كتضربك؟ جات هي قالت له يمكن درتي شي قباحات. ولا سولها مرة أخرى وقالها واش عادي ماما كتضربك بالصمتة بداك البزيم ديال الحديد حتى يسيل لك الدم؟ المعلمة بدات كتحط العين على غابرييل وكتراقب التصرفات ديالو والتدهور ديالو. واحد النهار كتقول بلا غابرييل جا معطل، وفاش جاب واحد التحسينه في شكل يعني تقطيعه ديال الشعر، نصف الشعر مقطع والنص الاخر ما مقطعش. فاش سولاتو قالت له شكون اللي دار لك هادشي؟ قال لها حقا كنت كنحاول نحسن شعري بيدي. فهنا جينيفر كتلقى راسها مجبره انها تقدم بلاغ لمركز حمايه الطفوله باش يشوفوا الوضعيه ديال غابرييل ويمشيو للمنزل. فعلا مساعده اجتماعيه كتمشي للمنزل ديال غابرييل وكتعاين المنزل وكتكلم مع الام ديالو، وسولاتها على موضوع الصمتة اللي ذكرت لها المعلمه جينيفر. وهنا غابرييل قال لها هذيك القصه غير اختلقتها وماشي صحيحه. فهنا المساعده كتاخذ وقت باش كتعاين الجسم ديال غابرييل وكتشوف واش فيه شي اثار ديال التعنيف. هنا كتلقى عنده ضربه زرقاء في جهه الورك. فهنا ماين غابرييل كتدخل وقالت لها فعلا انا ضربته لحقاش عنيد وصعيب وكيدير بسالات وقتل القطه. فهو من نهار جبته هو رافض يعيش معايا لانه باغي يرجع يعيش مع الجد ديالو، انا رافضه انه يعيش مع الجد ديالو. دونك فكيتمرد على اي حاجه كنقولوها ليه. فهنا المساعده شافت بان يعني هذه حاجه طبيعيه ان الام كتحاول تقوم السلوك ديال الابن ديالها وهي جزء من التربيه، فعادي. دونك كتبات في التقرير بان الطفل غابرييل ما كيتعرض حتى شي تعنيف.
فالمعلمة جينيفر بدات كتلاحظ ان الطفل غابرييل الحالة الصحية ديالو كتدهور نهار على نهار، ودائما كانت كتواصل مع المساعدة جينيفر، وشي مرات كتجاوبها وشي مرات كاع ما كترد عليها. غابرييل للاسف كان كيدير اي حاجه باش مو ترضى عليه وتبغيه. دارت واحد المره سرق الايباد ديال المعلمه ديالو وداه للام ديالو كهديه. هنا الام ديالها ردة فعل غتكون خايبه، فهي اعتبرت الامر سرقه، وهنا لغد ليه كتصيفطو للمدرسه بملابس ديال البنات، لبساتو غوب وصيفطاتو للمدرسه. غابرييل تغيب على المدرسه 13 يوم. نهايه شهر ابريل رجع للقسم ولقى المعلمه كيوجدوا البروجي ديال عيد الام، وكان وجهه كله مضروب وعينيه كلها دم. فالمعلمه سولات وقالت له واش انت مهتم تصوب شي حاجه للام ديالك بمناسبه عيد الام؟ فكان فرحان بزاف وقال لها مستعد نصوب شي حاجه للام، وبدا كيصوب واحد الكارت ودار المجهود ديالو كلها باش تجي داك الكارت يعني مثاليه وتعجب الام ديالو، ودار فيها الصوره ديالو اللي خداها في القسم. فكل مره كان كيرجع غابرييل للقسم كتبان عليه اثار ديال التعذيب والاثار ديال العنف، وكانت المعلمه دائما كتواصل مع المساعده وكطرحها الجديد وكتقول لها يعني انا الطفل كل مره كيجي بحاله. فالمساعده اما ما كتردش ولا كتقول لها حنا درنا لونكيت ديالنا لقينا ان الطفل والاخوه ديالو يعني نقيين وما عندهم حتى شي اثار ديال التعنيف. اخر مره غابرييل جا المدرسه وعينو كتحرقو بدا كيشكي من الالم، فهنا المعلمه صيفطاتو لانفيرميير اللي كتكون في ليكول. فالانفيرميير اللي كانت في ليكول سولاتو وقالت له شنو السبب ديال الالم اللي عندك في عينك وهاد الحموره كما كتشوف في الصوره عينو كانت حمراء. فهنا كذب قال لها طحت من الفيلو ورغبها، قال لها عافاك ما تعيطيش لماما باش ما ندخلش للدار. ولكن الانفيرميير كانت مضطره انها تتصل بالام ديالو لان الحاله ديالو كانت كتستدعي انه يشوفوا الطبيب. فالام بيرل عوض ما تدي غابرييل للمستشفى داتو للدار وسدات عليه في واحد البلاكار. هذاك البلاكار كان كيتواجد في غرفه النوم اللي كانت كتنعس فيها هي والصديق ديالها، وهذاك البلاكار هو اللي كان كيقضي فيه غابرييل الليالي ديالو، احيانا كان كينعس فيه حتى في النهار. غابرييل كانت هذه اخر مره غادي يشوفوه في المدرسه للاسف. من بعدها تغيب لمده شهر حتى تعلنت الوفاه ديالو 23 ماي 2013. الشرطه للاسف غادي تردد على منزل غابرييل بعد فوات الاوان، وغادي تلقى المنزل كامل فيه دي تراس ديال الدم ديال غابرييل وادوات التعذيب اللي كان كيتعذب بها. الشرطه غادي تلقي القبض على الام بيرل فرنانديز وغادي تحكم عليها بالمؤبد، اما ايزورو الصديق ديالها فغادي تحكم عليه بالاعدام. الاخوه ديال غابرييل غادي يشهدوا ضد الام ديالهم والصديق ديالها بعد ما ضغطات عليهم الشرطه، لانهم في البدايه كانوا خايفين وكانوا ما قادرينش يهضروا، فكيقولوا كل شيء امام المحكمه والتعذيب اللي تعرض له غابرييل لمده 8 اشهر. قالوا بالله الام كانت كترغم غابرييل ياكل فضلات القطط اعزكم الله، وكانت كتعطيه الاكل يعني فايت الصلاحيه ديالو. مره عطاتو السبانخ فايته الصلاحيه ديالها فهو ردها، ومن بعد رغبته انه ياكل داك الردان اعزكم الله. كيقولوا بالله كان ملي كيبقى يبكي كيديروا له التقاشه باش كيسكتوه فمو، وكيدخلوا هذاك البلاكار وكيسدوا عليه وكيدوز تما ليالي بوحدو بلا غطاء بلا حتى شي حاجه. ايزيكيال اللي هو الاخ الاكبر ديال غابرييل كيقول بلي انا هو كانوا كيجبروه يضرب الاخ ديالو، كيقولوا الا ما ضربتيش انت غادي تعرض لنفس التعذيب اللي كيتعرض له غابرييل، فهو كان مضطر انه يضرب حتى هو غابرييل. احيانا كان كيقول له دير راسك انا غادي نضربك ودير راسك تحتي باش هكا يحبسوا من الضرب. كيقول ايزيكيال ان ايزورو كان كيضرب غابرييل بلا هذاك لو غاز لاكريموجين في وجهه، وكان كيضربوا بالعصا ديال البيسبول، وكانوا كيخليوه بالجوع لايام وايام، وكان عنده الحق انه ياكل هذوك الفضلات كما قلت لكم اعزكم الله ديال القطط.
غابرييل قبل موتو بايام كيتصل بالجد ديالو روبرت وكيقول له عافاك اجي ديني ما بقيتش باغي نجلس هنا. فالجد ديالو حاول انه يطمنو كيقول له انا خدام على القضيه ديالك وغادي نحاول نرجع قانونيا لعندي. للاسف فما لحقش انه يرجعو. فتوفى هذا الاخير من بعد سنه من موت غابرييل لانه ما قدرش يتحمل على الفراق ديالو وعلى داك الالم اللي عاشو. كان مضطر يعيشو مده 8 اشهر. بيرل كانت كل مرة كتقول فيرسيون في المحكمة. مرة كتقول لهم بأنه كان ولد شقي، مرة كتقول لهم بأنه هو كان عنده إن مالادي كيأذي راسو، مرة كتقول لهم كان شاد. فبالرغم من أن هاد الادعاءات اللي كانت كلها كاذبة فهذا ما كيعطيناش الحق أننا نضربوا الأطفال. كيفاش كيتحول مصدر الأمان والحب والاحتواء لمصدر رعب؟ كان تأسف الوضع اللي عاش غابرييل لمدة 8 أشهر وما كان يطلب والو مسكين. كان يعني باغي غير الانتباه والحب والرعاية فقط، ما كان يطلب حتى شي حاجة أخرى. هذه القصة خلتني نحس بالحسرة والأسف الحال غابرييل، لأنه لو كانت الجهات المسؤولة دارت خدمتها من البداية فكان غابرييل على الأقل كان غادي يعيش أقل أضرار. وخا كانت هذيك المعاناة النفسية غتبقى مع حياته كاملة ولكن كان على الأقل غادي يبقى حي. وكانت هذه قصة غابرييل فرنانديز، الطفل البريء اللي تحمل أكثر من السن ديالو. نتلاقاو في حلقة أخرى إن شاء الله. سلام لكم.